هاي، عاملين ايه؟ معانا البفتيك او الاسكالوب بانيه. معانا بقى نص كيلو من البفتيك، ويلا بينا نتبله. معانا بقى بيضة، وربع كوباية من اللبن، وكوباية عصير طماطم، وبصلاية هناخد المية بتاعتها، والبهارات بقى ملح، فلفل اسود، توم باودر، بهارات اللحمة، او لو مش متوفرة يبقى 7 بهارات. وهقلبهم كويس كلهم مع بعض. وبعدين البفتيك بقى بشاكوش المطبخ كده، او الشاكوش الخاص بيه يعني، هندقه كويس، بس برضو مش قوي، بحيث ان هي اللحمة ما تتفتتش، يعني هي دقيقتين كده حلوين بس. والصويا صوص يعني مش اجباري، اختياري يعني، براحتك، مفيش مشكلة يعني وجودها او لا، بس هي ايه، بتزود التست في الطعم بس. هنا بقى حطيت كل المكونات بتاعة التتبيلة كلها مع بعض، وحطيت معاهم تلت كوباية من الدقيق، هقلبهم كويس. وبعدين بقى احط البفتيك في التتبيلة. ممكن انتي تسيبيه 4 ساعات ولا حاجة، بس يستحسن يعني او يفضل تسيبيه ليلة كاملة. انا هنا بقى سبته ليلة كاملة، حطيته في التلاجة. لما بتسيبيه ليلة كده او بتسيبيه فترة اطول، يعني التتبيلة بقى بيشربها وبيبقى معاكي طري وحلو قوي. هنا بقى بقسماط، جبت بقى البقسماط وتبلته برضو، حطيت ملح وفلفل اسود وتوم باودر، وضروري جدا تضغطي عليه. وزيت سخن بقى جدا، هننزل بالبفتيك، وده كده الشكل النهائي بتاعه. وعملت معاه مكرونة، وبألف هنا. وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير، وباي باي.